هاي، انا ساره. مرة شوفوني انا بعمل فيديو ازاي نطور نفسنا وازاي نكون احسن نسخه ما احنا عليها دلوقتي. طيب، فيديو النهارده زي ما قرينا في العنوان بالظبط، ازاي اكون عندي شخصيه قويه او ازاي ابني شخصيتي. او انا عندي شخصيه قويه، بس هل اللي انا هقوله دلوقتي ده ينطبق عليك او عندك او لا، او ناقص لك نقطه عايز تكملها، هكذا. اول حاجه بتبتدي بيها يا جماعه شخصيه قويه، مش ان انا صوتي يبقى عالي، مش ان انا بعلي صوتي عشان اعرف الناس ان انا موجود هنا، انا موجود معاكم. لا، شخصيه قويه مش ان انا ابقى عصبي جدا وبقعد ارمي الحاجه واقعد خلاص فين اللي هو بخرب الدنيا. لا، مش هي دي الشخصيه القويه. طب ايه الشخصيه القويه؟ اول حاجه بتبتدي بيها هو ان انا لازم يكون عندي عقلي ده متغذي كويس، اكون عندي معرفه، اكون عندي معلومات. لما بقعد في اي حته انا بعرف اتكلم، يعني حتى لو في حاجات انا مش عارفه عنها حاجه، بس في حاجات كتير انا عارف عنها حاجه. يعني لو في حاجه انا مش عارف عنها بس في حاجات تانية انا عارف. مش هبقى شخص مش فاهم اي حاجه ودماغي فاضيه ومش بتكلم في اي حاجه. وده من اهم الحاجات اللي يبقى عندي شخصيه قويه، وان عقلي متغذي كويس. تمام. تاني نقطه، وهي ان انا اكون شخصيه جريئه، بطلب بحقي. حد يتعدى على حدودي، انا عامله حدود. حد يتعدى على حدودي لو سمحت، انا مش بحب الحاجه دي، سوري، انا قلت لك مش عاجبني. انا ليا حق في الشغل فانا بطلب بحقي. فلان ده جه كده مره واحده لقيته دخل وقعد في حته المفروض مش هو اللي بيقعد فيها، او مكتوب عليها مثلا الحته دي بتاعتي انا، فلقيته هو قاعد فيها. فلان اسمي موجود بعد اذنك. شغل بقى خلاص بقى نقعد ونعدي الدنيا. ما احنا لو عدينا النهارده الدنيا بكره هنعدي الدنيا وبعد هنعدي الدنيا مش هنوصل لاي حاجه كويسه. فدي اهم حاجه، ان انا اكون عندي جراءه، بطلب بالحاجات اللي تكون ليا وبطلب بالحاجات اللي مش بتعجبني، وبوقف الناس عند الحدود اللي انا حاطاها. تمام. طيب، تالت بوينت وهي ان انا اكون شخص عندي قياده، او يعني انا بعرف اقود المجتمع او الحته اللي انا فيها. يعني انا دلوقتي نفترض ان انا مثلا معايا اصحابي، فانا اللي بقودهم مش هما اللي ماشيين احنا تبعهم وخلاص. لا، انا بعرف اقود اللي انا موجوده معاهم، بعرف اتحمل مسؤوليه الموقف اللي انا فيه كويس قوي، وده شيء مهم جدا. انا بعرف اتعامل مع اي موقف انا فيه. انا بعرف لو في دلوقتي حاطوني في حته انا هعرف اتعامل، مش هبقى لو طب دخلوا اي حد بقى مكاني. لا، لا، الشخصيه القويه مش كده نهائي. طيب، رابع بوينت وهي ان انا اقول لا. قولي لا، لو سمحت مش عاجبني الحاجه دي، لا. لو سمحت ما عنديش وقت، لا. اي حاجه، المهم نقول لا على حاجات فعلا لا، مش عشان انا بقول لا عشان اعرف الناس ان انا قويه. يعني في فرق بين ان انا بقول لا كده اللي هو من النوع اللي هو لا يعني عشان بصوا انا موجوده وهكذا. لا، انا بقول لا فعلا عشان الحاجات دي فعلا مش عاجباني، او الحاجات دي انا مش عايزاها، او الحاجات دي فعلا مضايقاني، فانا بقول عليها لا. تمام. 5، وهو معانا اسمع اللي حواليا. انا شخص ايجابي، انا بقول كلام كويس للي حواليا. اللي حواليا محتاجين يسمعوني، محتاجه انا اسمعهم وانا قاعد بسمعهم. مش محتاج هم يتكلموا فانا اعلي عليهم، هم يتكلموا فانا اعلي عليهم. لا، احنا مش كده. هما بيتكلموا فانا بسمعهم، بقول لهم كلام ايجابي، بديهم كومنتات كويسه على الحاجات اللي هم عاملينها النهارده، وانا شايفاهم في الشغل كويسين، شايفاهم في الدراسه كويسين، شايفاهم في مشروع معين ماشيين كويس. انا بدي كومنتات كويسه وببقى شخص ايجابي. تمام. سادس حاجه ودي شايفاها مهمه جدا جدا جدا، ممكن الفيديو كله اقعد اتكلم عليها، بس هو ان انا مش اول ما بقعد مع اي حد بقعد احكي له كل حاجه تخصني. بجد احنا بنقعد نعمل كده كتير. لسه واحده عارفاها ما كملتش نص ساعه لسه جايه تقعد معانا كده تعرف علينا. حبيبتي ازيك عامله ايه، بص بقى انا حياتي كذا وكذا وكذا، وتقعد تحكي لها. يعني كده. ليه؟ ليه ممكن نعمل كده في نفسنا؟ ليه؟ يعني انت تعرفيها، انت لسه الناس بتعرفك عليها، او حتى لو تعرفيها هو اصلا مش المفروض ان احكي اي حاجه تخصني معايا في البيت او مع اهلي او مع اي حد لاصحابي او ناس انا قاعده معاهم في الشغل، او مجرد تربطني بيهم علاقه. لان ده وارد جدا الناس دي تمشي، وارد جدا اتخانق مع حد، وارد جدا مش كل اللي قاعدين يكونوا بيحبوني. فما احكيش حاجه ممكن بعد كده حد يبص لي بيها بنظره مش كويسه. تمام. ودي مهمه قوي، حاجاتك ما بتقولهاش لحد. تمام. سابع حاجه وهي بلاش نضحك كتير على حاجات ملهاش لازمه، بلاش نبقى هايفين كتير قوي، بلاش. بجد شكلك مش بيبقى حلو خالص، شكلك مش بيبقى حلو قوي لما تبقي قاعده ميته ضحك ومفيش حاجه بتضحك وانت اصلا قاعده مع ناس غريبه. فبلاش، ما تحاوليش ان انت تبيني ان انت دمك خفيف كده. قعدتي مهمه، قعدتي وقفتي مهمه، طريقه مشيتي مهمه، طريقه لبسي ومظهري العام مهم جدا 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 جدا. ودي 8 نقطه مع 7 نقطه. مظهرك مهم مع جسمك ومشيتك ولبسك، والطريقه اللي بضحك او بتكلم او الاسلوب اللي بتعامل بيه.
ده هيدل شخصيه قويه ولا شخصيه اللي هو بضحك وبهزر على اي حاجه، بعمل في اي حاجه، بدخل في اي حاجه في النص كده من غير ما بديش حتى اللي هو يا جماعه انا هدخل، لا انت بتدخلي وخلاص. عارفين اللي هو عشوائي. اي شخص عشوائي اعرف ان هو ما عندوش شخصيه قويه. في فرق بين انا شخص منظم او لا، وفرق بين انا عشوائي بعمل اي حاجه بسرعه كده، بعمل اي حاجه اللي هو بعملها خلاص مش مهم تيجي زي ما تيجي. لا لا لا. طيب 9 بوينت معانا، وهي ما تمشيش ورا القطيع. ده في فيديو واحد وانا عاملاه يعني تقريبا لسه ما نزلش يعني، بس في فيديو معمول ما تمشيش ورا اللي ماشيين. مش عشان احنا في الشله فكلهم اتفقوا على راي فلازم نمشي وراهم عشان ما يزعلوش، عشان كلكم موافقين على فكره في الشغل وانت حاسه ان الفكره بجد مش كويسه او مش حلوه، فيلا نمشي وراهم خلاص عشان هم قالوا. خايفه اقول فكرتي اصل فلان قال فكرته فخلاص. لا، انا بعترض على حاجات مش عاجباني، انا ما بمشيش ورا القطيع، انا بعرف اقول لا، انا بعرف احط حدود، انا بعرف اتعامل كويس، انا بعرف امتى اتكلم وامتى اسكت، امتى اضحك واهزر وابقى شخص منفتح وامتى ابقى شخص انا قاعد رياكشني كده اهو خلاص الناس مش عارفاهم، خلاص الناس مش عارفاهم، انا قاعده عادي مبتسمه بالراحه وخلاص مش عارفه الناس اللي حواليا، فطبيعي ابقى مش هايب بدرجه العبط. تمام. طيب اخر نقطه معانا، يعتبر اخر نقطه، يا رب اكون بعد صح، وهي ان انا مش كل اللي معاكي يا حبيبتي، مش كل اللي حواليكي، ومش كل اللي معاكي دول بيحبوكي، مستنيين يعرفوا اسرارك، محتاجين يعرفوا كلام عن حياتك، محتاجين تحكي لهم عن شريك حياتك اللي في معاكي، محتاجين تحكي لهم عن قصه اهلك، محتاجه تحكي لهم عن كل حاجه. لا، مش كلهم بجد محتاجين يعرفوا الحاجات دي، فبجد ما تحكيهاش عشان مش كله بجد مستني يسمع، محدش مهتم. فتعلمي اسكتي، اتعلمي اسكتي. دي صعبه 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 من هنا لبكره، ولو انا شخص بقى بتكلم فهي صعبه عليا اعملها، لكن اتعلمي اسكتي. دي اهم حاجه ممكن اقولها النهارده في الفيديو. اسكتي، بتتكلميش غير لما تبقى في حاجه فعلا تخليني اتكلم، حاجه استدعيني ان انا اتكلم، لكنك بتتكلمي كده باللي هو طيب اتكلم بقى انا عارفين اللي هو قاعدين كله ساكت فانا هتكلم انا بقى عشان متبقاش القعده رخمه. بتبقى رخمه القعده، بس مش يبقى انت اللي بتتكلمي عماله على بطال كده خلاص. لا بتكلم ان انا بحلل القعده اللي انا قاعده فيها، لا ما بنعملش كده. ما بنتكلمش على الفاضي وعلى المليان، ما بنقولش اي حاجه في حياتنا عشان بس نحلل القعده اللي احنا قاعدين فيها، ما بنعملش كده. واخر حاجه ممكن اقولها النهارده، اقرأي اكتر، اتعلمي اكتر حاجات، العبي رياضه، اهتمي بشكلك وبجسمك وبمظهرك. وممكن اقول كده في كل فيديو لان مظهرك بيفرق في شخصيتك قويه هتتبني لما اكون بتحمل مسؤوليه، لما اكون بعرف اقود اللي حواليا، اعرف امتى اتكلم، امتى اسكت، امتى اقول لا انا مش عاجبني، امتى اعترض. الحاجات اللي مش عاجباني انا هعترض عليها عشان انا هعترض عشان هي مش عاجباني، مش انا بعترض عشان خاطر اللي هو انا بوريكم ان انا موجود. الشخصيه القويه هو انك تكوني بارده. انا بارده عادي، عايشه انا بارده، مش انتوا عايزين اقوم اتعصب. عارفين في خناقه، اي خناقه شفتها قدامي لما الاتنين بيقوموا يعملوا كده ببعض، هما اتنين بيطلعوا غلطانين والاتنين بيطلعوا خسرانين، واي حد بيتفرج على المنظر اللي هو ايه القرف ده، ايه ده، وخلاص اللي هو امشي وسيبهم بقى. لكن عايزه تكوني تطلعي كسبانه من اي خناقه بتدخلي فيها. في فرق بين خناقات معينه او نقاشات معينه، وفي فرق بين خناقه كبيره، دي حاجات تانية بقى. هو ان انا اكون بارده. انت بتزعقي، انت واحده داخله عليا عمال تزعق وعمال تشخط وعمال تغلط وعمال تبهدل الدنيا، وانا قاعده حاطه رجل على رجل، خلصت اللي عندي تمام. وبعد ما تهدى، بعد ما اتعصبت وانت قاعده هاديه بتتكلمي بكل برود ولسه قاعده حاطه رجل على رجل ولسه قاعده بهدوء، لو سمحت بتعلي صوتك عليا، انا مش بحب حد يكلمني كده. يا جماعه على حرقه الدم اللي الشخص اللي ممكن يبقى فيها. مش بقولك حرقه دم الناس حواليكي، بس بقولك انت ازاي تتعاملي عشان بجد ما تبقاش انت اللي محروق دمك. اتعلمي ازاي تتعاملي مع الناس بجد اللي غاويه تدخل تخليكي تغلطي، وان الشخصيه قويه مش هتغلطي ومش هتعلي صوتك ومش هتزعقي زيها. هقعد بارده، خلصت اللي عندك ارد انا بقى بهدوء من عندي، وكله هيبقى قاعد بيتفرج على المشهد داخل بالك انت بس. فاتمنى النقطه اللي قلتها النهارده تكون فادتكم او هنضيف اي حاجه ليكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.